هما ساعتين. ساعتين ما يعلم بهم الا ربنا. ساعتين واحد فيهم كان عامل زي اللي فوق وتحت يمين شمال، واحد دماغه لفت. في الاول خالص اهو الزمالك هيتعادل اهو، خلاص الماتش بيخلص الدقيقه 96، الزمالك هيعملها وهيتعادل ونخش الماتش واحنا مرتاحين. هوبا فجاه الهوب هوب قاموا مدخلين جول. طيب خلاص خير ماشي، خلاص جايز يستحق، واحد ما شافش الماتش بتاع الزمالك جايز يستحق، مش مهم. نبدا الماتش بتاعنا، نقعد 30 دقيقه زي القرف، مفيش اي حاجه، نلعب زي الزفت. يجي طرد للنادي الاهلي ولا خير، يجيب الجون جميل، خلاص الشوط الاولاني كسبانين 1-0. يا حلو قوي، نفتح النت اوبا ده الاهلي في كاس العالم للانديه اوبا، ونرقص ونعمل فرحه وزيطه، مفيش مشكله، نفرح. نخش الشوط الثاني نكمل عادي وبنحتفل، يوم الفيوتشر متعادل معانا عشان احنا مستهترين. نسكت على كده؟ لا، اثاره وتشويق، ويجينا ضربه جزاء في دقيقه 96، يلا بقى نكسب بقى زي الزمالك ونعمل كل حاجه والافراح ونزيد. يخش قفشه اللي ما يعرفش الدور ويضيع الحلم، ونتعادل بنفس السيناريو السنه اللي فاتت. اهلا بيكم يا شباب، وحلقه جديده من تحليل سريع غير محايد لمباراه النادي الاهلي مع فيوتشر اللي انتهت للاسف بالتعادل. بس قبل ما احلل المباراه ونبدا مع المباراه، لازم في الاول ابارك لنفسي ولجمهور النادي الاهلي قبل اللعيبه وقبل الاداره لصعودنا للمره الثالثه على التوالي لكاس العالم للانديه في انجاز تاريخي. اول فريق عربي وافريقي يوصل لكاس العالم للانديه لثالث مره على التوالي. ما معناش في المربع ده غير ريال مدريد طبعا، يعني اللي عملها قبل كده 3 مرات ورا بعض، وفريق اوكلاند سيتي كده كده اصلا، وبيسعد كل سنه كده كده اوتوماتيك اصلا يعني. كان نفسي النهارده وانا ببارك لنفسي وببارك جمهور النادي الاهلي والاهلي على صعودنا لكاس العالم للانديه، اكون فرحان ومزقطط بقى وفرحان كمان بفوز النادي الاهلي على فيوتشر، لكن للاسف الفرحه دي اتاخدت من التعادل المخيب الامال اللي حصل قدام فيوتشر النهارده. وده بسبب ايه؟ خلينا نبتدي من الاول كده، احنا بدانا ازاي؟ بدانا المباراه بالتشكيله المعتاده من كولر 4-2-3-1، بس الجديد ان الرباعي الهجومي كله كان فيه روتيشن. يعني النهارده كان عندنا حسين الشحات وينج يمين، قفشه رقم 10، وقدامه محمد شريف، وشادي حسين وينج شمال، الاربعه جداد على غير العاده من اول المباراه. طيب الشوط الاول بيتقسم ازاي؟ هو عباره عن لقطتين، ما قبل الدقيقه 30 او ما قبل الطرد عمر كمال، وما بعد الطرد عمر كمال. ده اهلي وده اهلي تاني خالص. بدأنا كالعاده الشوط الاولاني بضغط عالي على المنافس، استخلاص الكره في اسرع وقت ممكن، باصات هنا باصات هنا، نحاول نفتح الجناب، نحاول نفتح هجمات، نحاول نعمل هجمات، بس كل 30 دقيقه تقريبا او ما قبل الطرد كانت بدون اي انياب هجوميه، بدون اي هجمات تذكر او حتى خطيره عن المباراه. لحد ما جت لحظه الفاول المتهور من عمر كمال اللي اتسبب فيه، والحمد لله خد عليه طرد. معلش كان غصبا عن امين عمر، احنا كلنا شفنا طبعا امين عمر كان يا عيني كان مستاء جدا ان هو بيدي الطرد لعمر كمال، بس معلش يا كابتن امين غصب عنك انا عارف، بس معلش تتعوض لك باذن الله في ماتشات ثانيه يعني باذن الله. المهم بعد طرد عمر كمال بدا الاهلي يلعب لعبه المعتاد منه. بدأنا نشوف حريه اكتر من اللعيبه اللي كانت باينه اكتر في عمرو السوليه. عمرو السوليه هو تقريبا صاحب الجون الاولاني، وهو صاحب البساطه السحريه اللي كانت حصلت في الشوط الاولاني. بص سحريه او ثرو سحري من عمرو السوليه لمحمد شريف، ومش بس كده، لا بيروح كمان يكمل لعمرو السوليه عشان ياخد التو من محمد شريف اللي بيديها على طول لشادي حسين، اللي شادي حسين خطورته يا جماعه في ال 18 اللي بيقدر عليه من لمسه واحده يديها لحسين الشحات. وامنت بالله حسين الشحات من اول شوطه فيرست تاتش يشوط الكوره تخش جون، الحمد لله. جون جميل جدا 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 بهجمه ولعبه ملعوبه بيقدر بيها النادي الاهلي ينهي بيه الشوط الاولاني بتقدم 1-0 مستحق للنادي الاهلي. نيجي بقى للشوط الثاني عشان ده فيه كلام مهم جدا جدا. طيب ما هو مش كل مره هتسلم يجرب يعني، خلاص بقى يعني مش كل مره اللي هيحصل في الماتشات اللي فاتت هيحصل معانا الماتش ده كمان. طب الماتشات اللي فاتت الاهلي بيبقى داخل الشوط الثاني مثلا راكب الفرق قوي، فرق 2 فرق 3، فلو حصلت مثلا في التهاون او التكاسل او الكلام ده كله ولبست جون فبتقدر تعوض، تقدر تلم نفسك وتفوق. لكن المره دي في حاجتين مختلفتين. ايه الحاجتين بقى؟ ان فيوتشر ناقص اصلا واحد، اوريدي اصلا هو ناقص واحد.
ايه اللي منعك انك تهاجم وتدوس في تجيب التاني والتالت وتخلص الماتش؟ تاني حاجه برضو، ان الماتش اللي فات انت كمدرب يا كولر قلت ان اللعيبه ما سمعتش كلامك برغم انها فرق 3 اجوان او فرق جونين عن الاتحاد. اشتراك خاصه فرق 2، وما سمعتش كلامك وداخله برضو باستهتار وبتكاسل. طب ايه يعني، هم الماتش اللي فات ما سمعوش كلامك والماتش ده برضو مش هيسمعوا كلامك؟ خير، في حاجه يعني، في حاجه المفروض نعرفها. فين شخصيتك بقى؟ ده دورك بقى، ده دورك انك تفوق اللعيبه دي ان احنا فارقين واحد بس عن فيوتشر وفارقين جون واحد بس وهم ناقصين. كان لازم ندوس اكتر من كده، كان لازم نعمل تغيير هجومي اكتر، ندوس عليهم ونضغط اكتر لغايه ما نجيب الجون الثاني والثالث وننهي الماتش. الكلام ده ما حصلش. عملنا اول تغييرات لينا في الدقيقه 68 والدقيقه 69. نزلنا برونو سافيو ونزلنا كريم فؤاد عشان نبدا ننشط شويه العمليه الهجوميه، بس كان المفروض يكون ده بدري شويه، كان المفروض نزود اكتر من كده، بس ده اللي عملناه في الدقيقه 68 والدقيقه 69. ونتيجه التهاون والتكاسل لبسنا جول في الدقيقه 79 والدقيقه 80. لبسنا الجول في الدقيقه دي. لو انتوا شفتوا الجول يا جماعه، انا ما اعرفش محمود متولي اللي كان عامل ثنائيه رهيبه الماتش كله مع عبد المنعم، ايه اللي حصل؟ بيتفرج على الكوره كده، الكوره بتخش وهو ماشي كده، لدرجه ان الشناوي بيبص له اللي هو ايه قدامك؟ انت ايه فين؟ ايه ده؟ دخل فينا الجون ده 80. نزلنا بتغييرات، فوقنا دلوقتي بقى، دلوقتي فوقنا في الدقيقه 80 فوقنا، وبقينا دخل لا في عندنا مهاجمين، يلا لازم مهاجمين بقى، يلا نضغط بقى يلا. طب ما في الكلام ده من بدري. ربنا ستر الحمد لله وجانا ضربه جزاء اللي قعدنا فيها 5 دقايق عشان يروح للفار. ده موضوع تاني يعني، هو عمري شفت الكلام ده. 5 دقايق عشان امين عمر يروح للفار يشوفها. ده موضوع كبير في التحكيم بصراحه. انا بشوف كلادينبرج هيعمل فيها ايه. المهم انا قاعد بتفرج مع زميلي، فبقول له انا مش عارف ابص، هو انا خايف من معلول يخش يضيعها، فيا ريت احسن السوليه يخش، السوليه ايه قافش على جنش، وانت عارف جنش وحركاته، فالسوليه يخش. فقاعدين مستنيين لقينا قفشه دخل يشوط، فببص له كده بقول له قفشه؟ ليه قفشه؟ يمكن جايز واخد تعليمات، جايز الحاجات دي كلها وبتاع، بس كنت قلقان بصراحه يعني. دخل قفشه وضيع الحلم، لا وراح يحتفل. اخلع بقى القضيه دي بقى وايه، شوف العرض اللي جالك بقى في يناير بقى وشوف الدنيا فيها ايه. لا مش اعاره، بيع بقى. ودخل يحتفل على ايه؟ احتفل بايه؟ كل ما دخلتش اصلا. تمام؟ لا والمفاجاه بقى، لا ده بيقول لك كولر بقى طلع، كولر طبعا بقى اجنبي ملوش في الكلام ده كله. قال لك والله هو المسدد الاول لركلات الجزاء معلول، انا ما اعرفش هو دخل سددها ليه. هي مسؤوليتك انك توقف حد عن يكون عامل الترتيب تخش وتسيطر، بس ده برضو ما يمنعش ان قفشه يشيل المسؤوليه. ليه تخش تشوطها وانت مش الاول ولا الثاني؟ ليه تخش عشان تبين لك بقى انا بقى اللي جبت الفوز، تخش تعمل كده وكده وتبوس في الشعار بقى والكلام ده كله على حساب النادي الاهلي؟ اناني يعني. لا خد بقى القضيه دي بقى واخلع. لو هي كده شكرا، بشكر فيك الماتش اللي فات وقلت تستاهل الماتش، تستاهل تبقى اساسي، بس لو بالنظام ده لا شكرا يا قفشه، متشكرين جدا. وخلصت المباراه بتعادل النادي الاهلي مع فيوتشر. الطبيعي ان انا اقول اوكي تمام نتعلم من اخطائنا، بس المشكله ان دي اخطاء مكرره، يعني هي مش مكرره على مدار ماتشات، انت على مدار سنه يعني. لا يعني برضو السنه اللي فاتت 6 فوز، واول قط للفوز ده كان فيوتشر تعادل الماتش السابع. السنه دي برضو 6 فوز، واول ماتش تعادل فيه ماتش فيوتشر برضو الماتش السابع. فيعني احنا في علامات اهي، يعني المفروض احنا قبل ما نخش الماتش نكون متعلمين من اخطائنا. طب لو بلاش في السنه اللي فاتت قبل ما نخش الماتش ده متعلمين من اخطاء ماتش الاتحاد اللي المدير عارفها، المدير الفني عارفها، فمش عارف اقول نتعلم من اخطائنا ازاي. دلوقتي احنا المفروض ندوس على نفسنا شويه، انا بتكلم على المدير الفني واللعيبه. ندوس بقى يا جماعه، احنا مش بنتعلم بقى دلوقتي، احنا دلوقتي احنا بندوس، احنا بننفذ، احنا بندوس، احنا بنثبت العكس، احنا هندوس اكتر. احنا دلوقتي رايحين كاس العالم للانديه، الموضوع ما عادش مجرد دوري وابطال افريقيا وخلاص، كاس عالم انديه.
فرقه لعيبه جديده تيجي في يناير، لعيبه مؤثره، مش لعيبه تيجي تقعد على الدكه، مش لعيبه نص نص، لا انا عايز لعيبه تقيله تنزل تعمل الفرق. واللي هيمشي واللي انت مش محتاجه في يناير، اللي هيمشي من السكواد ده تمام، يجي مكانه واحد قده 10 مرات. الاهلي يستحق ده، جمهور الاهلي يستحق ده، احنا مش قليلين، احنا ملايين ملايين، والملايين دول يستحقوا يكون عندهم فريق قوي جدا جدا جدا، يكون اقوى فريق في الشرق الاوسط كله، مش بس في افريقيا، في الشرق الاوسط كله يستحق كده. ده اللي احنا محتاجينه من اداره النادي الاهلي ومن الجهاز الفني للنادي الاهلي في الفتره الجايه. وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهارده من التحليل السريع غير محايد لمباراه النادي الاهلي مع فيوتشر الانتهاء بتاعته. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، لو عندكم اي كومنت يا جماعه اكتبوه تحت في التعليقات. رايكم مهم جدا جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.